السلام عليكم. ازي حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في رحاب المسجد اليوسفي ملاوي. المسجد اليوسفي من خلال نص إنشائي بمنبر الجامع اليوسفي ملاوي كتب عليه تاريخ الإنشاء وهو شهر رمضان سنة 1027 هجرية 1618 ميلادية. تاريخ بناء المسجد يرجع الى عام 1695 ميلادية ايام العصر العثماني، حيث بناه يوسف بك غطاس امير اللواء السلطاني، وهي رتبة عسكرية، وقد اوقف له اطيانا كثيرة للانفاق على المسجد والفقراء والمساكين. يتشابه طراز المسجد اليوسفي او الجامع اليوسفي الى حد كبير مع الجامع الازهر. تاريخ المسجد في القدم حيث يعود بناؤه الى ما يقرب من 890 على قلوب رجال المترددين على هذا المسجد، ايضا قلوبهم مغلقة لانهم ارتبطوا ارتباطا وثيقا بالصلاة في هذا المسجد الجامع، المسجد الواسع على غرار المسجد الازهر الشريف. ترون المسجد من جميع جنباته، وقد اقترب الان موعد الافطار، يعني باقي دقائق على موعد الافطار، وسوف ان شاء الله نفطر مع الاخوة المصلين هنا ونقوم بنقل صلاة المغرب لليوم. النهارده كام رمضان؟ اليوم السابع. انا عايز اشارككم معايا لليوم السابع من رمضان. تحية للمواطن الملواني عن مسجده العظيم، عن مسجده الحضاري، عن مسجده الاثري، عن مسجده الذي يعني جمع اكبر عدد من علماء ملاوي. هنا تربى اكبر عدد من علماء ملاوي كما تربى علماء العالم في الازهر، انه ازهر المنيا، ازهر ملاوي. المسجد اليوسفي انا اسميه وبعض العلماء الافاضل يسمونه ازهر ملاوي. نعم، انه على غرار المسجد الازهر في القاهرة. اللهم صل على النبي يا رب. ايه رأيك في عمارة المسجد؟ جميلة جدا جميلة جدا جدا، والحمد لله. جمع السيدة زينب ومدرستين تشم رائحتهم فيهم، تشم رائحة الجنة. والسيدة زينب في الجامع اليوسفي تشم رائحة الجنة. هنا يصح نفسيا. لما كانت العمارة شغالة في المسجد اليوسفي كان اهل ملاوي والمحيطين به كانوا في حالة ضيق نفسي، كانوا في شوق طبعا للجلوس مرة اخرى في المسجد اليوسفي. ماذا تقول في شهر رمضان للاخوة الافاضل؟ ربنا مبارك في المسجد اليوسفي، كثير روحانيات من لا نحن لا نشبه يعني، ولكن نقول انه به نفحات روحانية. مسجد اقيم من يعني كام، انا التاريخ من 890 سنة. هذا المسجد اقيم من 890 سنة، يعني قارب على 900 سنة، ويظل بهذا الجمال وهذه الروعة وهذا الاداء وهذا الطراز المعماري الفريد وهذه المئذنة الشامخة العظيمة العريقة. يعني الله لا نملك الا ان نقول اللهم صل على النبي. ماذا طبعا اجرى، بس حاجة بتاعت بعد الفطار.
لك الحرية الكاملة. حلو يعني. ربنا يكرمك. خلي بالك في صلاة العشاء. اللهم صل على النبي. ان شاء الله انت مش قاعد معنا نأتي. لا انا افطر معاكم واروح واجيلكم تاني. العشاء خلي بالك. الله يخليك. لو انت على حاجة على مستوى يعني هذا البث سيذاع النهارده ان شاء الله. ممكن تشوفوه على موقع ملاوي اونلاين. افتكروا كلمة ملاوي اونلاين هتجدوا الفيديو كاملا على مساجد ملاوي. لو انت عندك تاريخ عن حسون محمد النووي. عندي تاريخ طبعا الشيخ حسونة جدك انت النواوي واخوه محمد. واخوه محمد الثامن. جدك الثامن. ده مسك وزير للحقانية. كان مفتي الديار. لا ووزير للحقانية. الصورة بتاعته. عندك صورته ادهاني اصورها وخدها. مع مفتين الديار. تعال معايا حضرتك ما وفرش. روحت لا ما انا عشان خاطر المغرب. المفتين كلهم مع بعض. لا باجي لك انا بكره. وعندي بنت يوسف غطاس نفيسة غطاس. الله عندي كشف مطلع قضايا الوقت بتاعتي حتمين. تعال ربنا يكرمك. كشفت الوقت كله. لا الشيخ حسون النواوي واخوه محمد. الشيخ حسون مسك وزير للحقانية 6 سنوات واخيه مسك شهرين وتوفى. هذا من ناحية الام. ايوه. يا ريت تيجي في صلاة القيام. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الجامع ده ليه ذكرى. ايوه عطرة مع الكل على فكرة. حاجة كده مع الكل. ان شاء الله. ان شاء الله. لو سجلت له قرآن. حاضر اسجل لك ان شاء الله بعد ما نفطر. زيارة لمفتي أسامية زي الشيخ علي أبو خليل. أحمد عباس المصرية. ده مفتي من ملاوي. من ملاوي هنا. بس أساسا هو جذور. من بني خالد. بين خالد بس عارف. ايام ما كانت مديرة اسيوط. هي كانت تبع مديرية أسيوط. ايوه. تمت في الأربعينات تبع المنى. لا خلاص خد الكارت بتاعه واتصل عليا. السلام عليكم يا سيدي. ربنا يكرمك. ايوه انا اتقابلت معاه. قابلت معاه. عاوز تاريخ مصر عندك. لا هجيلك. لا ايوه انا صورتهم دول. لا صورت القاعات. ما صورتهاش. ايوه دخلت المكتب. ما هو كثير والله ده كثير. بارك الله فيكم. ربنا يفهمكم جميعا يا رب. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفحات دايما تستخبى مش النفحات تطلع. ازاي حالك؟ كل عام وانتم بخير. ازيك يا شيخ؟ ازاي حالك؟ اللهم صل على النبي. ما هو ده نجيبة ملأ. انا هو واحدة. ان شاء الله ان شاء الله. كل عام وانتم بخير جميعا. اللهم صل على النبي. نفحات ايمانية من مسجد اليوسفي. هنا ميدة الصلاة وقد اقيمت على النظام الحديث النظام الراقي بالجرانيت والاحجار المرخمة الجميلة وسخن وبارد يعني ودورات مياه على النظام الحمد لله نظيفة. بارك الله في من يخدم هذا المسجد. بارك الله في كل من خدم هذا المسجد. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كل عام وانتم بخير. طلبت من الله العام الماضي ان يمد في عمري واجلي لان اصور المسجد اليوسفي بعد عمارته بعد ما صورت جميع مساجد ملاوي فيما عدا المسجد اليوسفي. والحمد لله لقد وفقني الله واطال عمري الى ان جئت.
برغم ان انا عندي عملية بعد 6 ايام بالقلب. ادعوا لي. الله يخليك الله يخليك. الحمد لله ما طلبت من ربنا شيء الا واعطوني والله. الحمد لله الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وبركة شيخنا العظيم ربنا يكرمه. والله انتوا تؤجرون بالجنة على نظافة دورات المياه والميضة والمسجد، وعموما اهل اليوسف دايما ورواده هم اهل تقوى واهل خير واهل فلاح واهل صلاح منذ القدم. لقد خرج اجيالا عظيمة طوال 490 عاما هذا المسجد. ربنا يكرمك يا شيخ، ربنا يكرمك يا رب.